جالك اوفر في شركة تانية غير اللي انت شغال فيها، ومحتار اذا كنت تروح تاخد القرار انك تروح الشغل ده ولا تفضل في الشغل اللي انت فيه. طبعا القرار بيبقى محير. فعشان كده الفيديو ده هنتكلم على ازاي تاخد قرار زي ده. ففي كده 8 عوامل بيحددوا آه اذا كان الشغل اللي انت رايحه دوت احسن من الشغل اللي انت فيه ولا لا. لان لو ما حسبتهاش كويس هتلاقي نفسك بتروح من شغل للتاني ويطلع مش احسن حاجة وتندم على الشغل اللي انت سبته. فتعالوا كده نفكر ازاي ممكن نختار شغل جديد. اول حاجة الراحة النفسية. الراحة النفسية هي اللي غالبا انت هتسيب الشغل دلوقتي عشانها. يعني انت دلوقتي غالبا مش عايز تكمل عشان الراحة النفسية. الراحة النفسية جواها حاجات كتير. جواها التعامل مع الناس مريح ولا لأ، في احترام ولا لأ، بيئة العمل عاملة ازاي. فهنشوف كده شوية بارامترز او العوامل، وبعد كده نشوف الراحة النفسية دي في الآخر. لأن هي بتشمل كل اللي احنا هنقوله ده. فأول حاجة هي أو بعد الراحة النفسية عندنا عدد ساعات العمل. طبعا عدد ساعات العمل بيفرق جدا. وكمان عدد الأيام اللي تشتغلها، يعني عندك أجازة جمعة وسبت ولا أجازة جمعة بس أو حد بس. بيفرق جدا في راحتك النفسية، وبيفرق جدا في التوازن ما بين حياتك الشخصية والعمل وحياة العمل. فلازم تختار كويس. لو انت مثلا شغال في مكان تشتغل مثلا اوفر تايم كتير وبتاخد اجازة جمعة بس، فلو رحت مكان تاني هيديك جمعة وسبت، فدي بنفيت لازم تحطها في الاعتبار. ولو العكس، لو انت بتاخد اجازه جمعه وسبت وهتروح لمكان بيديك اجازه سبت بس وهتسهر هتعمل اوفر تايم، فلازم تاخد بالك ان يكون في دافع تاني بيحركك من المكان اللي انت فيه. طيب تاني حاجه هي القرب من البيت. والقرب من البيت مش شرط يكون آم، كمسافة بس، كبروسيس كلها. يعني انت ممكن تكون ساكن بعيد، يعني مثلا لو شغلك في اكتوبر وانت ساكن في التجمع، او شغلك في التجمع وانت ساكن في اكتوبر، بس في مواصلة يعني تبع الشغل بتوصلك، فا اتس اوكي. انت ممكن تريح كمان في الطريق تنام، ف ده اتس اوكي. لكن ممكن يبقى شغلك نص ساعة من البيت، بس عشان تروح الشغل محتاج مثلا تركب 3 مواصلات. ففي الحالة دي بيبقى العملية مرهقة وبتدفع فلوس، فلازم تحسبها البروسيس كلها انهي احسن. آه، رابع فاكتور، وهو ممكن يبقى من أهم الفاكتورز، يعني هي مديرك. مديرك هو اللي هيحدد إذا كنت هتبقى مبسوط ولا مش مبسوط. لأن الطريقة اللي بيتعامل بيها لو فيها احترام تبقى مبسوط، ما فيهاش احترام مش هتبقى مبسوط. لازم تختار كويس شغل على، يعني تشوف المدير. يعني انت هتقعد معاه في الانترفيو، هو مش بيعمل لك انترفيو بس، انت كمان بتعمل له انترفيو. ازاي؟ هو بعد ما يخلص طبعا هيسألك، يقول لك لو عندك أسئلة. دي حاجة. لو ما قالكش السؤال ده انت اسأل، يعني ده حقك طبعا. بس يعني غير الأسئلة اللي هتحدد، لأن معظم المديرين ممكن يجاوبوا إجابات نموذجية. يعني لو أنت هتحترمني طبعا هحترمك. لكن أنت بتعرف إزاي المدير كويس ولا لأ. مرة كنت في انترفيو، فكان المدير كان حاطط على يعني أنا شفت الحاجات اللي على المكتب بتاعه. أولا هو ما كانش منظم، كان المكتب مبهدل جدا. كان في كده حاجات يعني ثقافيا مش هو ده الشخص المثقف ان انا هيبقى فيه احترام في التعامل. يعني كان واضح قوي، بيبان من البيئة اللي حوالين المدير. واحنا في الانترفيو في موظف دخل اتعامل معاه بطريقة مش احسن حاجة. آه فحاجات زي كده بتبين. طبعا ممكن تسأل أسئلة، ده موضوع تاني، بس أهم حاجة المدير. خامس حاجة صاحب الشركة. صاحب الشركة هو اللي بيحدد ثقافة الشركة عاملة ازاي. آم، لو هو دايما بيفورس كده ثقافة اللي هو أنا عايز أعرف الناس بتعمل إيه من ورايا، آه بيخلي الناس تكره بعض. طبعا ثقافة الشركة مش تبقى حلوة، هتبقى مش مبسوط. وبالتالي برضو البرودكتيفيتي بتاع الشركة مش هتبقى حلوة، وده هيأثر على المرتب. فهي يعني حاجات كده مرتبطة ببعض. غالبا اللي بيبقى عنده يعني صاحب الشركة لما بيبقى ثقافته كده بتبقى شركة ما فيهاش فلوس كويسة. سادس حاجة استقرار الشركة. هل الشركة اللي انت هتروحها مستقرة في السوق، بتشوف المنتجات بتاعتها، شركة كبيرة ولا شركة صغيرة،
ممكن تبقى شركة صغيرة مستقرة أكتر من شركة كبيرة، ممكن تبقى شركة ستارت اب مستقرة أكتر من شركة بقالها 20 سنة في السوق. فلازم تدرس الموضوع ده كويس. سابع حاجة استقرار الموظفين في الشركة. يعني ممكن الشركة تبقى مستقرة بس هي بتمشي الموظفين كل فترة، آه، نتيجة مثلا تصفيات عايزة تقلل كوست ريدكشن. في كذا حاجة ممكن الشركة تعملها عشان تقلل الموظفين. وساعات الشركة مش بتفرق معاها بقى الموظفين اللي يمشوا دول، آه، مش فارقة معاها، هي أهم حاجة مصلحتها الشخصية. فلازم تختار شركة محترمة، يعني يعني بتراعي اللي هي قبل ما تاخد أي قرار زي دوت إن هي تكون حسبتها 100 مرة وتبقى شافت كل البدائل قبل ما تمشي حد. تامن حاجة هي النظام في الشركة. يعني هل في نظام لكل حاجة؟ في نظام مثلا للأجازات، نظام للمواصلات، نظام للبدلات، للترقيات، ولا بيبقى في محسوبية؟ يعني واحد قريب قوي أو يقرب لصاحب الشركة فهيترقى، مرتبه هيزيد وهنجيب له مواصلات أو عربية. واحد تاني ما يقربش لصاحب الشركة فمش هنجيب له بدلات أو مواصلات أو مش هنرقيه. فلازم تختار شركة ما يبقاش فيها محسوبية. ودي دي بتبان قوي. بتلاقي شركة معينة ناس كتير قوي قرايب في بعض كده، تلاقي صاحب الشركة معين قرايبه وفي واحد فيهم معين قرايبه. فبتبقى شركة مش ماشية صح. غالبا الشركة دي بتبقى القرايب اللي شغالين مع بعض دول ما بيعملوش شغلهم كويس، فبالتالي بتأثر على إنتاجية الشركة، فالشركة ما بيبقاش فيها فلوس. ونرجع آه، ونقول آخر آخر بارامتر هنتكلم فيه في الفيديو. طبعا البارامترز أكتر من كده بس يعني عشان احنا بنعمل فيديو فمش هنقول كل حاجة. بارامتر مهم جدا أو عامل مهم جدا هو المرتب. غالبا لو اخترت يعني لو شركة فيها كل المميزات اللي احنا اتكلمنا فيها او فيها نظام مثلا، فيها ما فيهاش محسوبية، مديرك محترم، صاحب شركة محترم، هتلاقي فيها فلوس. غير كده لو الشركة ما فيهاش الكلام ده مش هيديك مرتب كويس. دي كده كانت شوية حاجات ممكن نختار بيها الشركة، هتسهل علينا يعني في الاختيار. طبعا مع الانترفيوز الكتيرة هنبتدي يبقى عندنا خبرة أكتر. بس كده، أشوفكوا الفيديو الجاي.